عشان تتخلص من سيطرة آلام الماضي على تفكيرك وحياتك لازم تبعد عن المحفزات اللي هي الحاجات اللي بتفكرك بالماضي وأخطائه وآلامه. فتحت التلفزيون لقيت فيلم أجنبي والبطل أهله مطلعين عينه، فتكمل الفيلم وتكمل طيمات لما تفتكر اللي أبوك عمله فيك اللي يشبه حالة البطل في الفيلم ده، ولا أمك لما فضلت أخوكي عليكي، ولا أخوك لما خان ثقتك وهاتك عياط ونبش في الماضي. وتخلص الفيلم ما تعرفش تنام، ما انت عمال تفكر في الأذية اللي تعرضت لها، وتصحى الصبح تعبان من كتر التفكير، فتفكر تاني في اللي ما نايمكش، فتحزن تاني. تنزل الشغل واحد في مواصلات قد أبوك يقولك وسع شوية يا حبيبي. حبيبي ده أنا عمر ما أبويا قال لي يا حبيبي. وهكذا بقى تفضل يومين 3 كده زي اللي ماسك سلك كهرباء عريان. لا ومش سايبك، لا هنا بقى لازم تعمل ستوب. فيلم هيفكرك ويقلب المواجع عليك اطفيه، غيره. أغنية هتفكرك بحاجة تأذيك اقفلها. بوست على الفيسبوك عديه. ابعد عن أي حاجة تجرك وتسحبك لورا وتدخلك الأوضة الضلمة بتاعت الذكريات الوحشة، وهاتك يا ضرب في مشاعرك. اقترار الماضي بالشكل ده ما بيحلش. استدعاء المشاعر السلبية طول الوقت بينهك روحك. وقف نزيف المشاعر دي وابعد عن أي حاجة بتفكرك بالأذية اللي تعرضت لها أو الأخطاء اللي عملتها وملهاش رجوع.